السلام عليكم اخوتي الرجاويين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو اللي غنشوفوا فيه اخر اخبار فريقنا الغالي فريق الرجاء البيضاوي، بحيث غنشوفوا في هذا الفيديو الفوز ديال سي جواد الزيات برئاسه الفريق متفوقا على كل محسبان وبرواين، وغنشوفوا ايضا العوده ديال ابريكو للنصور من بعد مساله الاعاره ديالو. غندوي ايضا على اخبار الميركاتو الرجاوي بصفه عامه، وغنشوفوا جديد قضيه حسين الرحيمي والعين مع فريق الرجاء البيضاوي، واخيرا غندوي على المباراه الوديه المرتقبه. ولكن قبل ما هادشي كامل بغيتك تخلي اشتراك ديالك في القناه باش تعاوني نوصل ديك 4K، راه ما بقى ليها والو. ما تنساوش اخوتي الاخوان ديالنا في غزه وفلسطين بالدعوات ديالكم، يا ربي تقويهم وتنصرهم ان شاء الله. المهم بلا ما نطول عليكم خلينا نبداو من بعد الانترو. السلام عليكم مرة أخرى. المهم غنبداو بالخبر الأول معنا في هذا الفيديو، واللي كاع الرجاويين كانوا كيتسناو، واللي هو فوز الزيات بشرف رئاسة فريق الرجاء البيضاوي متفوقا على كل محسبان وبرواين من بعد جمع عام ماراطوني اللي تعدى 8 ديال الساعات. هذا الجمع العام اللي أزل الغبار على بعض الحوايج اللي كانوا مبهمين شوية، واخا راه كلشي باين وواضح، بحال التخلويض اللي في بعض الناس اللي كانوا في المكتب اللي فات، بحال القضيه ديال فلوس سبونسور ديال الفريق ديال الفوتسال اللي داروا لها هاق مشات، زائد النقابات اللي بان ليا في الجامعه عام انها كاينه، خصوصا ملي تم رفض داك الشخص اللي الاسم ديالو البطل. والحاجه اللي اثيرتني ديال بصح في هذا الجامع العام هي الفوضى اللي كانت. صراحه ما يمكنش واش هذاك جامع عام ولا سوق اسبوعي، ولكن انت اش كتعرف على المغاربه؟ غير دوك خوتنا اللي شفروا الحلوى يعطيوك الخبار. نتمنوا بحال هادشي ما نبقاوش نشوفوه مره اخرى. المهم بخصوص التصويت اللي تفوق عليه الزيات على المنافسين ديالو، حيث في المرحلة الأولى تم إقصاء حسبان، وبالتالي بقى الزيات رفقة برواين، وفي الأخير تفوق الزيات على برواين بنتيجة 91 صوت مقابل 43 لبرواين. وهكا كيكون جواد الزيات هو الرئيس الحالي لفريق الرجاء. الزيات اللي وعد الجمهور بأنه غادي يدير قطيعة مع الماضي، وغادي يحول التير من التير الجمعوي إلى التير كشركة، وزاد وعد بلي غتكون هناك سيولة مالية من بعد التفعيل ديال الشركة، ووعد بلي غيحاول يخلي الفريق من الطوب 3 في افريقيا. فان شاء الله الزيات يوفي بالوعود ديالو اللي قدمها للجماهير، هاد الجماهير اللي تيقا فيه وكانت باغاه باجماع، فان شاء الله يكون خير. نبقاو مع الرئيس، ولكن غنسدو ملف في الجامع العام ونفتحوا ملف المباريات الوديه. المباريات الوديه اللي قال الزيات انه غيكون هناك ماتش ودي مع احد الفرق الاوروبيه يوم 8 او لا 9 من شهر غشت المقبل. فشكون هو هذا الفريق الاوروبي مازال ما معروفش، ولكن غنعرفوه في الايام الجايه. ندوزو الخبر حسين الرحيمي والعين الاماراتي، بحيث اخر الاخبار كتقول باللي ان فريقنا الغالي انه لجأ للفيفا للدفاع عن حق النادي في الصفقه ديال الرحيمي، وهناك من يقول انه الفريق كيطالب فريق العين الاماراتي بمبلغ 2 مليون دولار. رحيمي اللي كنا كنعرفوا انه كان سينا مع العين والموسم كان باقي ما سالش في المغرب. المهم ندوزو دابا لموضوع الميركاتو، ونبداو بخبر عوده فيكتور ابريغو لفريق الرجاء من بعد ما سالت الفتره ديال الاعاره ديالو للفريق البوليفي، اللي الاسم ديالو على ما اظن هو ناسيونال. فمن المرتقب أنه غيجي أبريغو للمغرب في هذه الأيام باش أنه يلتحق بالنسور، ولكن على حسب ما يرجى هو أنه المدرب لسعد الشابي وضع أبريغو في اللائحة ديال المغادرين رفقة كل من ساخو عمامو وبوذا. شخصيا كنتمنى الأبريغو ياخذ الفرصة ديالو كاملة من عند المدرب قبل ما يتخذ شي قرار، ماشي حيت كندافع عليه ولا باغي أبريغو يبقى، ولكن ما باغيش نضيعو في شي لاعب اللي يقدر يكون مزيان، فما فيها بس المدرب يعطي فرصة لأبريغو، وإلا ما اقتنعش به يقدر يصيفطو. المهم دوزو دابا اللاعب لاتيني اخر اللي ما اقتنعش به المدرب لسعد الشابي، واللي هو داروين ماتيوس اللي جا للمغرب الاثنين اللي فات بقرار من برواين بدون ما ينسق هذا الاخر مع المدرب لسعد الشابي، والمدرب اللي ما مقتنعش به بالمره. اللاعب كيتدرب بشكل فردي وغالبا ما غاديش يوقع لان الشابي ما مقتنعش به. المهم اخوتي كان هذا هو اخر خبر معنا في هذا الفيديو. الا وصلتوا حتى لهنا فكنبغي نشكركم بزاف. المهم قبل ما نمشي بغيتكم اللي مازال ما مشتركش يشترك دابا، راه ديك 4K ما بقى ليها والو. اللي وصل لهنا بغيتو يعلق بحسبان باش نحسبكم نشوف شحال من واحد وصل لهنا. المهم دابا مبقى لي غنقول لكم تهلاو في رزقكم وديما راجع.